عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هنعمل سجق، وهنعمله بطريقه سهله. بس عايزه اقول لكم على حاجه. انا بحب دايما السجق ما اجيبهوش كده واقوم مشوحه، لا. اولا ده في كذا ايد اتمدت عليه، في الحشو، في الربط، في غيره، الهوا. فانا بحب دايما اغسله بس كده اهو، اهو تحت الميه دي كده اهو. تمام. اهو ده بس حاجه تحت الميه كده. تمام. وهقوم واخداه على ميه سخنه، الميه السخنه دي لو في اي حاجه تطهره. اهو الميه السخنه بتغلي اهي. مش هطول فيه ده، ربع ساعه بالظبط، مش هكتر عن كده. بس هو اصلا مش هياخد سوا ولا حاجه، بس عشان بس اعمل تطهير السجق من اي حاجه تكون فيه. ان شاء الله يا حبايبي اخلص واوريك. حبايبي احنا خلاص سلقناه اهوت، يعني مش هنقول سلقناه، بس هو خد له بس غلوتين، ما كملش ربع ساعه. احطه بقى هنا في المصفى يتصفى، ماشي، عشان يبرد بس. وهقول لكم نعمل ايه بعد كده. تمام يا حبايبي. حبايبي سلقنا السجق اهوت، ماشي. هنبتدي نقطعه. تمام. طبعا التقطيعه اللي انت عايزاها. تمام. انا طبعا سلقته، بص ما كملش ربع ساعه. بص حسب التقطيعه، لو انت عايزاها سليمه حمريها سليمه، عايزاها تقطعيها على 3 ماشي، عايزه تقطعيها على 2 ماشي. التقطيع ده حسب رغبتك يا حبيبتي. تمام. هنقطع السجق اهو يا حبيبي، شايفين؟ ونشوف بقى نعمل ايه. حلوين. دلوقتي خلاص ادانا بس غلوة كده للسجق، وقطعناه بأي طريقة انت عايزاها. تسيبيه بطوله، تسيبيه على 2 على 3، شوية زيت صغيرين. النهاردة دلوقتي هنحمره اهو، بعد كده شوية زيت بس صغيرين اهو. خلاص. بصوا بقى يا حبايبي، السمنة دي انا اللي عاملاها على ايدي، عاملاها من الدهن. جبت من عند الجزار. تجيبي بقى 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، تخزني على اللحمه، بيدي فيها حته دهنه تخزنيها. انا عامله فيديو صناعه السمنه دي من الدهن، وطبعا دي طعمها جميل جدا بقى في المحشي، في السجق، في التسبيكات، ولا اروع. لا تقولي لي بقى سمنه هولندي طعم، مش عايزه اقول اسم شركات، مش عايزه اقول، بس هي ديت الصحيه اللي انا بحب اعملها دايما. تمام يا حبايبي. هاخد حته كبيره كده بقى منها هنا اهو، واحطها. طبعا يستحسن يعني نحمر السجق في طاسه او في حله، ما تكونش بتلزق. طب احنا ما عندناش، مش مشكله، عند اي طاسه واشتغلي عليها، مفيش ادنى مشكله خالص نهائي. انا قلت لك ما توقفيش مطبخك على اي حاجه، ماشي. مجرد ما تسيح يا حبايبي، هنحط السجق بقى يتحمر، عشان نشوف نعمل ايه بقى. هنحط بقى السجق اهو يا حبايبي، ماشي، نشوحه. مش هنستعجل عليه، شويه بس كده. بعد ما يتشوح اوريكم هنعمل ايه بعد كده. حبايبي انا شوحت السجق اهو، شايفينه؟ ماشي. اعمل ايه بقى؟ مجهزه تومه اهي، اقوم حطاها قبل البصله، يفضل قبل البصله عشان تدي الشمخه. شفت حته السمنه مع حته الزيت دي، هي دي تتحمري فيها كل حاجه، تديلك شمخه. يعني اقول لك ايه. طيب بناتنا الحلوين اللي هم بيحبوا اللية، وستاتنا الامارات،
ممكن وانا بحمر كده احط حته ليا مقطعاها. طيب الناس اللي بتحبش الليا خلاص، هي حته زبده سمنه بلدي ما فيش مشكله، يعني ما فيش لا زبده ولا سمنه بلدي، هي شويه الزيت يا حبيبه قلبه عادي، انما توقفيش. طبعا انا بحمرش التوم لان لسه هحط البصل ياخد ايه تشويحه. ماشي. انا مش هحمر البصل، انا بس بخدعه. يعني ايه بخدعه؟ بدبله. تمام. نرجع بقى تاني حبايبي، انا ما حمرتش البصله، ده التوم في الاول وبعد كده خدعته بس. بصوا نحط الفلفل. في معلومه عن الفلفل، انا مش هطول عليه عشان ما يستويش قوي، يعني انا هقلبه بس ايه دقيقتين كده مع البصله والثوم اهو. تمام. احنا ما بنطولش مع الفلفل، عايزينه يقرش معانا عشان ناخد ايه طعم. طب انا اعرف منين بقى؟ اول ما تشمي ريحه الفلفل ادي الحاجه، بس الحاجه تاخد ريحتها. مجرد ما تشمي ريحه الفلفل تقومي ايه هنحط الطماطم وراه على طول. اهو انا مش هفصل الفيديو اهو. ما تستعجليش عشان خاطر كل حاجه بتحطيها ريحتها تطلع. يلا خلاص اهو هنحط الطماطم. احنا بنحط الطماطم مش عايزينها تتسبك، لا لا لا، برضه هتاخد لها تقلبتين كده، وبعدها هحط السجق وهحط التوابل بقى. يعتبر السجق كده يعني خلاص الدنيا انتهت معانا اهو يا حبايبي. على فكره انتوا ممكن تحطي فلفل اخضر وفلفل اصفر مع الفلفل الاخضر دوت، عندنا فلفل احمر وفلفل اصفر. مع الاخضر ده ممكن تحطيه، يا سلام بيبقى طعمه جميل جدا. ممكن في النهايه ترش شويه زيتون اخضر، زيتون اسود. يعني بصي السجق عامل يقول لك حطي اي حاجه معايا، ما بقولكيش لا. بصوا بقى معايا، هحط السجق اهو واقلبه، وهنحط التوابل بتاعتنا. لو العين عندك كانت عاليه اول ما تحط السجق هدي النار، هدي النار. احنا عايزين السجق يقط من الايه من الدنيا دي. يلا نحط بقى توابلنا الجميله. شويه ملح صغيرين ما تكتريش، ليه؟ علشان خاطر السجق متبل من عند الجزار اهو. شويه ملح مش كتير، وانا عامه علشان خاطر انا من اصحاب الضغط العالي جدا ممنوع عليا الملح، فبحط في اكلي يا بنات ملح قليل، وده الصح والله. فلفل اسود، وانا طبعا من عشاق الفلفل الاسود، حبيبي اللي بحبه الزعتر اهو، ولا اروع منه في الاكل. هو يبانش يا جماعه. بابريكا مش كتير. تمام. بعد كده ناخد معلقه صلصه كده خفيفه. تمام. وعايزه اقول لبناتنا الحلوين نقطه، الصلصه عشان تحافظي عليها معلقه نظيفه تستخدميها، اوعي تحطي جوه برطمان الصلصه معلقه مش نظيفه. طيب اتبقى معايا البرطمان. بصوا معايا يا حبايبي، ما اجي عينه في التلاجة عينيه متشقلب كده اهو، راسه لتحت والقعريه بتاعته لفوق، عمره ما يعفن معاكي ابدا، بس يتحط في التلاجة. تمام يا حبايب قلبي. طبعا لو عندكم بقى يعني حته قلنا حته سمنه بلدي، حته زبده،
ممكن نحطها دلوقتي حتة كمان كده، ما فيش لا زبدة ولا حتة سمنة بلدي ولا اي حاجة خالص نهائي. اهو توابلك حطيتيها. طبعا الناس اللي بتحب الاكل حراق ممكن تحطي قرن شطة تخرطيه، بس طبعا احنا عندنا بنتعب من الحاجة الحراقة، فانا بصراحة ما بستخدمش قرون الشطة خالص. نقطة بقى احطها، بصوا معايا، ده دبس الرمان، ماشي، بربه كده اهو. دبس الرمان بيحب اللحوم، الصويا صوص بيحب تتبيلة الفراخ. اما دبس الرمان اصلا مصنوع من عصر الرمان وهو مسكر، ولو مهما تحط منه ما تخافيش منه، بيدي كده مزازة وطعم جميل. طيب في ناس بتحب الاكل يبقى طري ما يبقاش ناشف. نعمل ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا خلصت اهو. طيب الناس اللي بتحب الاكل طري، شويه ميه صغنطتين، عارفه، ربع كوبايه، ماشي، وتقومي حطاها هنا اهو، تضر الدنيا معاكي والحاجه تبقى جوسي حلوه معاكي. انا هحط اهو، بصوا معايا كده عشان انا بحب الحاجه طريه اهو، بس. وغطي عليها على النار وسيبها مع نفسها بس 5 دقايق ولا 10 دقايق، هتلاقيها يعني حاجة تانية. عايزة بقى جنب مكرونة، سندوتشات، براحتك انت، يعني اكلاتك وانت حرة فيها بقى. عايزة تعمليها في الجلاش، تحشي بيها الجلاش، تمام. بس انا بقول للبنات يا حبايبي، اوعي تحشي الجلاش بالسجق الني، طعمه بيبقى وحش جدا جدا وغير صحي. زي ما انتوا شفتوا كده، اسلقوه ما يكملش، بلاش 10 دقايق، الميه تغلي، اغسليه بس تحت الميه كده اهو، يعني حاجه بسيطه، الميه غلت سقطيه، اديله بس من 7 دقايق ل10 دقايق، وقومي شايلاه وقومي مشطفاه، وبعد كده قطعيه بقى زي ما انت عايزه اهو يا حبايبي. هغطي عليها بقى وتاخد وتدي مع نفسها هي بس 10 دقايق، ووطي عليها خالص. هوريها لكم بقى بعد ما اخلص. حبايبي الحلوين، السجق خلص اهو يا قلبي، ونغرفه اهو عشان خاطر ناكل. ايه رأيكم فيه؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، ويخليكم ماما دي ربنا يخليها لكم. يا رب الكومنتات الحلوة وشير واعجاب. شكرا يا حبايبي، باي باي.